تحية لكم متابعي الأعزاء. شفنا كيف ليفربول يضرب نيوكاسل بأمانة بمباراة دراماتيكية. لم يظهر صلاح لكن كان له قيمة مؤثرة راح أتكلم عنها. أكيد صدارة ليفربول يزاحم أبناء لندن أرسنال وتوتنهام اللي أسقط مانشستر سيتي بالضربة القاضية. وراح أتكلم أكيد عن الدوري الإسباني والصراع ما بين ريال مدريد وبرشلونة. أتلتيكو مدريد مش موجود أبدا على الخارطة، سيميوني في عالم آخر، لكن برشلونة ما زال فليك يتلاعب بأعصاب البرشلونيين. وبالنسبة لريال مدريد لم يظهر بمستوى كبير جدا، ولكن مبابي هو العلامة الفارقة في هذا الفريق. أما بالنسبة للدوري الإيطالي شفنا سقوط ميلان، مفاجأة كومو باز هذا اللاعب المثير، أيضا فوز اليوفي الكبير رغم الطرد، واكتساح انتر بخماسية البداية الرهيبة. وللأسف رغم وجود مودريتش أليجري المدرب الجديد لكن ميلان سقط. وفي الدوري الفرنسي ما زال باريس سان جيرمان هو المسيطر بأمانة رغم وجود منافسة لكن بداية الموسم. وبالنسبة لبايرن ميونخ لا يرحم أي أحد، سداسية في لايبزيج. راح اتكلم عن جميع هذه النقاط وابدا على طول بالدوري الانجليزي، لكن بانتظار اكيد مشاركاتكم معنا. شفنا بامانه كيف فاز ليفربول على نيوكاسل، مباراه يعني كانت عصيبه شوي على ليفربول خاصه بعد التراجع في الشوط الثاني. شفنا نيوكاسل كيف يضرب بقوه التعادل رغم غياب ايزاك اللي مصر على الانتقال ليفربول، لكن الظاهر انه راح يكمل هذا الموسم مع نيوكاسل. عامة ريو ظهر هذا اللاعب الشاب الصغير، تبديلات سلوت الرهيبة في الدقيقة 90 كان 10 دقائق وقت إضافي. شوف تفكير المدرب على طول بدل صلاح بجاكوبو، على طول قلبوا له النتيجة بأمانة البدلاء في الدقائق الأخيرة. النقص العددي كان مؤثر جدا على نيوكاسل. فوز كبير لليفربول رغم أن محمد صلاح أخذ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لكن لم يظهر صلاح المرعب رغم أنه ظهر طبعا في البداية، لكن في المباراة الأولى أقصد، لكن المباراة الثانية صراحة يعني كان غايب لكن كان مؤثر صراحه. عمل صلاح في الجهه اليمنى رهيب جدا، هي الظاهر الجهه اليسرى جاكوبو ما قصر بامانه بدع، ولكن الظاهر انه تراخى او يمكن ضعف اللياقه البدنيه، لكن يعني خلاه المدرب للدقيقه 90 بعدين بدل تاخير صراحه تغييرات من سلوت، ولكن استدرك الموقف اخيرا. يعني بعد تعادل نيوكاسل ما توقع نيوكاسل في ملعبه صعب اكيد خاصه امام انظار الاسطوره الان شيرر. عامه صراحه فوز رائع جدا ليفربول، ومباراه كانت مثيره يستحق كان نيوكاسل اقل شيء نقطه، ولكن راح ليفربول لمزاحمه توتنهام اللي ضرب مانشستر سيتي. وما زلنا نقول مانشستر سيتي حارس المرمى الدفاع بامانه خط اللي هو التسلل ما يعرف يضبطه فريق جوارديولا ابدا ابدا. يمكن دائما العثره الوحيده في طريق مانشستر سيتي نحو الالقاب نحو البطولات هي خط الدفاع وحارس المرمى اللي يرتكب حماقات غريبه جدا، ولكن يعني بامانه النتيجه خساره جوارديولا رغم الفرص الكبيره، لكن بامانه اول فرصتين كيف ضيعها مرموش. يعني مرموش مش في الفورمه، يعني ضيع كورتين كان ممكن يقلب مسار المباراه. عامه انتقل الضغط على جوارديولا ودفاع جوارديولا، خساره بامانه. حتى اليوم دفاع ليفربول ما كان بالصوره الطيبه جدا، كانت في اخطاء واضحه لدفاعات ليفربول. ما زال صراحه جوارديولا بعيد مع مانشستر، ظهر انه موسم صعب رغم كل التعاقدات والاسماء الجديده. راح نشوف اكيد تشيلسي ايضا صراحه مباريات كبيره جدا لهذا الفريق، وارسنال مع بامانه يمكن ارتيتا الان بعد التعاقدات الكبيره شايفين صراحه شغل كبير من ارسنال متمسك في الصداره. بس هذه اول جولتين ما زلنا نتكلم، يصارع لسه اليونايتد في حاله طبعا مع اومريم تراجع كبير جدا. ما زلنا صراحه يمكن ابناء مانشستر في الجولات القادمه يصحى الفريق، لكن الاسماء الجديده بحاجه لوقت صراحه. اللي عجبني في سلوت، في عمل ارتيتا، في توتنهام مع مدرب الجديد، شفنا كيف صراحه الاداء اللاعبين يعني صحيح ما في ذاك الانسجام الكبير، لكن في اداء، في كوره، في نتائج، في انتصارات. اليوم تتكلم هذا عمل مدرب، هذا عمل مدرب. جوارديولا مصمم على تقاليده في كره القدم رغم انه يقول لك انا راح اترك كره القدم وراح ارتاح، يمكن هذا اخر موسم. ففي صعوبات كبيره جدا يواجهها جوارديولا.
الظاهر ايضا امورين مع اليونايتد بحاجه لوقت اكبر. ما زلنا صراحه بانتظار، لكن مباريات الدوري الانجليزي مثيره وممتعه جدا. في الدوري الاسباني شفنا صراحه مبابي الوحيد مع الونسو شغال صراحه بطريقه رائعه جدا. فينيسيوس يفكر في تجديد العقد، رودريجو قدم مباراه حلوه صراحه الثانيه، لكن ما زال صراحه لسه ريال مدريد لسه بحاجه، وان كان صراحه يبدل بعض الاسماء. نشوف كل شوي يبدل بعض الاسماء. الونسو يجرب، لكن مبابي هو العلامه صراحه الثابته والبارزه في ريال مدريد اليوم. صراحه يسجل وما زال يسجل في كل مباراه وينقذ، رغم انه في اخطاء تحكيميه في مباريات برشلونه ومباريات ريال مدريد غريبه، يعني مثيره للجدل، يعني تتركك ما بين هل هذا فاول، هذا بلنتي، كيف ما حسب هذا وين الفار، وين، يعني في شكوك دائما في التحكيم في الدوري الاسباني. بالنسبه لبرشلونه شفنا صراحه مبارياته رغم امام ليفانتي كيف رجعوا الفريق، حتى في المباراه الاولى ما زال هم اليامار رافين هم الشغالين صراحه، الشغل الكبير جدا في برشلونه. الاداء العطاء المستمر من الموسم الماضي، ما زال هم اللاعبين صراحه المؤثرين كثير، وان كان شوي فريق يبدل، مره ليفاندوفسكي احتياط، مره يدخل، ما تعرف صراحه. الدفاع ما زال صراحه اللي هو الدفاع المتقدم والتسلل مشكله بالنسبه لدفاعات برشلونه، بحاجه لوقت بعد ما خسروا اكيد لاعبهم لمارتينيز للنصر. الدفاعي اليوم صراحه بحاجه الى تكوين خط دفاعي يعرف كيف يضبط هذه الدفاع المتقدم. شفناه في مباراه ليفانتي كيف ضربوهم، خلاص كل الفرق عارفه فليك اسلوبك، هل يغير فليك؟ مستحيل، مصمم على نفس الاداء. فشفنا كيف التراجع الكبير جدا، وكان ممكن صراحه، لكن برشلونه بامانه يعني عادي ياكل له جولين في الشوط الاول، الشوط الثاني يرجع. انا متاكد صراحه يملك لاعبين كبار، لكن المفاجاه في ريال اول مباراتين انتصار 7 اهداف، يعني صراحه علامه كبيره لهذا الفريق. راح يكون موسم جميل وصعب جدا، لكن اتلتيكو مدريد مع سيميوني تعاقدات دائما كبيره، لكن ما تشوف صراحه النتائج. نقطه وحيده من مباراتين، يعني علامه استفهام كبيره على سيميوني واداء سيميوني، وين الهجوم وين الدفاع. في كارثه صراحه في اداء سيميوني مع اتلتيكو مدريد. عليه ان يغير بعض التقاليد صراحه اللي هو معتقدها وما زال مآمن، حتى رغم التدوير جريزمان، المهاجمين، ما زال صراحه ما زال اتلتيكو مدريد في تراجع كبير جدا. بالنسبه للدوري الايطالي شفنا كيف صراحه فوز اليوفي في اول مباراه رغم حاله الطرد لكامبياسو، لكن صراحه اليوفي عنده لاعب اسمه يلدز يؤدي يصنع، فنشوف اكيد انتصار. كندي حلو هذا اللاعب، ديفيدز عفوا، اللاعب الكندي جميل جدا هذا اللاعب. يعني ممكن تشوف يوفي مع تدور مختلف. شفنا ايضا كييفو مع بامانه او تشيفو مع انتر كيف يكتسح تورام. مباراه صراحه كانت كبيره. شفنا هذه الخماسيه امام تورينو، برافو صراحه. الانتر يملك لاعبين. نابولي ايضا تعاقدات دي بروين، رغم ان لوكاكو ما لعب، لكن ما زال ايضا هويلاند موجود في الطريق، كونتي موجود مدرب. صراحه الدوري الايطالي راح يكون مثير جدا جدا جدا. مفاجاه كرمونيزي هذا الفريق الجديد فاز على ميلان في ميلان، وجود مودريتش، أليجري. صراحة غريبة جدا هذا السقوط، لكن نقول أول مباراة لأليجري حماس كرمونيسي هذا الفريق الجديد تغلب على قوة ميلان، وميلان إن هذا الموسم مع أليجري ممكن يؤدي ويصنع، لكن شفنا للأسف خسارة ميلان. كومو اللي فاز على لازيو مفاجأة بالنسبة لي، لكن اللاعب باز اللي راح يروح إلى ريال مدريد الموسم المقبل مع وعد أكيد من بيريز. بصراحة لاعب رائع جدا يستحق انك تتابعه. يمكن اليوم لما تشوف انتر ميلان تشوف ايضا مفاجأة كومو امام لازيو. اكيد وجود نابولي مع كونتي يحب يسيطر على الدوري الايطالي، عنده مسابقات كبيرة جدا. انا اتوقع الدوري الايطالي راح يكون ايضا مثير جدا. في باريس سان جيرمان فرنسا ما زال صراحة الفريق الباريسي 6 نقاط، متوهج مع لاعبيه. اكيد انريكي صراحة ما راح يثبت كل هذا الفريق اللي صنع الموسم الماضي، راح يستمر اداءه. وقوة باريس سان جيرمان مع وجود منافسة راح تكون قوية جدا من ليون وليل الفرق الفرنسية. ايضا بالنسبة للدوري الالماني شفنا كيف بايرن ميونخ يكتسح بامانة لايبزيج بسداسية، ما في رحمة ابدا. 6 اهداف مرة واحدة في البداية على لايبزيج من الفرق اللي كانت منافسة في الدوري الالماني. اليوم
لكن 6 أهداف أمام فريق بحجم بأمانة بايرن ميونخ. يمكن هذه أبرز النقاط. الدوري الألماني، الفرنسي، أيضا الإيطالي، الأسباني والإنجليزي. رأيكم يهمنا بكل ما تم طرحه، وشكرا لكم.